انت عارف ان معظم تصرفاتك انت ما بتفكرش فيها؟ كتاب قوة عقلك الباطن لجوزيف ميرفي قال لنا ان عقلنا بيتكون من جزئين، العقل الواعي والعقل اللاواعي او الباطن. وعايزاكم تركزوا معايا شوية عشان الكتاب ده محتاج تركيز. العقل الواعي ده العقل اللي بتستخدمه وانت مركز وانت بتاخد قرارات معينة، يعني واعي قوي ان انت بتفكر دلوقتي. طبعا فاكر نفسك بتستخدمه كتير؟ ابدا، بتستخدمه 5% بس من تصرفاتك في اليوم. الجزء التاني هو العقل الغير واعي او العقل الباطن، وده بقى اللي بتستخدمه 95% من يومك. ده اللي بيخليك تتصرف تصرفات من غير ما تفكر، زي انك بتتنفس، بتبربش، او حتى وانت صاحي من النوم مغمض عينك تدخل الحمام ما بتفكرش. طيب ايه الفرق بين العقل الواعي والعقل الباطن؟ 3 فروقات أساسية. أولا، العقل الواعي بيفكر في المفيد والغير مفيد، إيه الصح وإيه الغلط، بيفكر في النتائج بتاعة التصرفات. أما العقل الباطن فهو ماشي وخلاص، حافظ مش فاهم. العقل الواعي ذاكرته ضعيفة جدا، أما العقل الباطن ذاكرته حديدية. حتى أي ذكريات بنفتكرها أو أي حاجة بنسترجعها في دماغنا فهي أصلا متخزنة في العقل الباطن مش الواعي، والعقل الواعي هو اللي بيسحبها من العقل الباطن. ثالث فرق إن العقل الواعي ضعيف جدا، أما العقل الباطن فقوي بيأثر عليك. يعني العقل الواعي ملوش أي تأثير عليك أو على مودك أو على حياتك. فأنت مثلا لو قلت لنفسك أنا مبسوط على فكرة وأنت مش مبسوط ولا هتتبسط ولا حاجة. أما العقل الباطن فهو قوي جدا ومؤثر جدا ابن اللذينة، هو اللي بيخليك يبقى عندك فوبيا من حاجات، وهو اللي بيجيب لك اكتئاب وبيأثر على سلوكك وعلى نفسيتك. معنى كده ان مين بقى اقوى فيهم؟ عقلك الباطن، علشان كده هو اللي قادر يتحكم في سلوكك ويتحكم في مودك ويتحكم في طريقتك تجاه الحياة. فلازم نشمر له كده ونسيطر عليه. ازاي بقى؟ هقول لكم الفيديو الجاي. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.